اللي قدامكم ده فنان وممثل اسمه سامح حسين، اكيد اغلبكم يعرفوا، عامل برنامج اسمه قطايف. ايه حقيقة البرنامج ده؟ لانه مؤخرا البرنامج ده عامل ضجة كبيرة جدا على الميديا. قبل ما اقول لكم ايه حقيقة البرنامج ده وايه قصته، حابب اقول لكم ايه اصلا البرنامج ده. البرنامج ده عبارة عن سلسلة من الحلقات الفنان ده عاملها ومسجلها في مكان خاص بيه، بينزل الحلقات بتاعتها على الصفحات بتاعته. يعني الفنان ده لا هو عامل دعاية من خلال التلفزيون ولا من خلال الاعلام، بعيد كل البعد عن الناحية دي. يعني هو عامل البرنامج ده بمجهوده الشخصي. البرنامج ده عبارة عن انه هو بيطلع يقدم سلسلة الحلقات دي زي ما قلنا، يحاول يتكلم فيها ويبث من خلالها طاقة ايجابية للجمهور، يجيب فيها موضوعات مختلفة وبيحاول يقول لك ازاي تواجه تحديات الحياة وصعوباتها، وبيستند في كلامه بالحكم والامثال والمواعظ، وبيدمج في كلامه بعض النصائح بيجيبها من الدين. في ناس بتشيد للبرنامج ده وفي ناس بتنتقده. الناس اللي بتنتقده لانه هو بيتكلم في الدين، طالع في البرنامج بتاعه بيستند في بعض كلامه بمواضيع من الدين. البرنامج ده عبارة عن حلقات بيقدمها وبينزلها على صفحاته، ملهاش علاقة أصلا بالإعلام، ملهاش علاقة بالقنوات الفضائية. حتى البرنامج نفسه ما عملوش دعاية قبل رمضان زي ما برامج تانية كتير عملت وصرفت ملايين ويمكن مليارات علشان خاطر تعمل دعاية للبرامج بتاعتها، وإنما هو اكتفى بأن هو من أول شهر رمضان يقدم البرنامج بتاعه وينزل حلقاته على الصفحات بتاعته. فالناس اللي بتنتقده طالعه بتقول لك ان هو ازاي يتكلم في الدين، وان هو مش مؤهل اصلا ان هو يتكلم في الدين، وكأن ان الدين ده حكر على بعض الاشخاص بس، والناس دي مش عارفه ان الدين معلومات عامه كل الناس عارفاها وبتتداولها وبتتكلم فيها، وفتاوى واحكام. الفتاوى والاحكام دي ليها المشايخ والعلماء، هم اللي بيطلعوا يقولوا عليها وهم اللي بيتكلموا فيها وهم اللي بيحكموا فيها، واحنا بنتبع كلامهم. وطبعا ده بيبقى من خلال القرآن ومن السنة. ولكن المعلومات العامة كلنا بنتداولها وكلنا بنتكلم فيها وكلنا عارفينها او اغلبنا عارفها. فالفنان سامح حسين بيطلع يتكلم في المواضيع بتاعته دي، بيقول فيها حاجات تديك طاقة ايجابية. بصراحة البرنامج بتاعه قمة في الروعة. ندعمه؟ لا ما ندعموش. ليه؟ لانه طلع ترند وكل الجو من كل البرامج اللي عملت ضجة كبيرة جدا وصرفت ملايين ان ما كانش مليارات علشان خاطر تعمل دعاية للبرامج بتاعتها. ولكن يشاء ربك سبحانه وتعالى انه يطلع البرنامج بتاعه ترند من دون اي مجهود. هو نفسه الفنان بعد الضجة الكبيرة اللي عملها البرنامج بتاعه والنجاح الساحق اللي حققه البرنامج بتاعه، طلع بكل ادب وكل احترام وكل رقي، اتكلم وشكر وحمد الله على النجاح الساحق اللي حققه البرنامج بتاعه، وشكر الجمهور بتاعه. فطلعت بعض الناس اللي عايزة توقع اي حاجة بتنجح في مجتمعنا، حاجة تكون كويسة وقيمة وهادفة، ينتقد الفنان سامح حسين ويقول لك ازاي فنان يطلع يتكلم في الدين، رغم ان الفنان ده من الفنانين المحترمين جدا اللي لما تيجي تتفرج على التاريخ بتاعه تلاقيه لا عمل قبل كده اعمال خليعه، ولا قدم قبل كده افلام او مسلسلات او حتى برامج فيها مناظر خليعه. بل لما تيجي تتفرج على الحاجات بتاعته كلها فيها رقي وادب واخلاق، وكلها موضوعات هادفه، وحتى الكوميدي منها كان بيقدمها بطريقه كويسه وطريقه محترمه وطريقه لائقه. ففنان محترم زي ده لما يقدم عمل محترم زي ده، ندعمه ولا نحاول ان احنا نوقعه؟ كل الدعم للفنان سامح حسين على برنامج قطايف، البرنامج المحترم اللي قدمه على الميديا، ونتمنى له النجاح اكتر واكتر، ونتمنى ان هو يستمر في البرنامج حتى بعد رمضان، لانه بيقدم قيمة وهدف للاطفال قبل الشباب وللصغار قبل الكبار. نتمنى لما نلاقي حاجة كويسة ومحترمة زي دي ندعمها بدل ما نهاجمها.